هو الباك فاير هم يأذي المحرك؟ يمكن اصدمك من اقول لك هو يفيد المحرك. زين شلون؟ انا شارح الباك فاير بالتفصيل بفيديو قديم، بس الباك فاير يصير لما تكون كمية البنزين اكثر من اللازم، بحيث ورا شوط الاحتراق تبقى كمية بنزين ما احترقت، فراح تطلع من صمام الاكزوست وتطلع برا الاكزوست وتحترق. حكي عدل؟ سلبياته شنو؟ احتمال يصير الباك فاير داخل الاكزوست ويأثر بالمفلر، بس ما علينا بالاكزوست. ونظام الانتلاك بتأخير الاشعال هم يسوي باك فاير ويطير نص قوة المحرك، بس الانتلاك يأذي التيربو مو المحرك. وطبعا الانتلاك يشتغل من تعوف رجلك من الدوسة، ومن الدوس يطفى الانتلاك ويرجع المحرك فول باور. اما الباك فاير اللي يصير بالسيارة اللي ما مزوده راح يخلي السيارة من وحدها تشغل سيفتي مود وتخفض قوة المحرك، لان اكو غلط بالاحتراق، لان اكو فد بلك خربان او نوزل خربان. والشغلة الثانية انه المحركات اللي نسب انضغاطها عالية الهاي كومبريشن اذا تزيد لها بنزين بشكل مجرم ممكن تعوج رود او تخرب البستن او غازية او رنقات، لان هيك محركات من يصعد البستن مالها باعلى نقطة تصير غرفة الاحتراق كلش صغيرة. فاذا كانت كمية البنزين اكثر من حجم غرفة الاحتراق بهاي الوضعية والبنزين عندك ما ينضغط، فالقوة راح تصير عكسية وترجع على البستن والذراع وتعوجهن. وطبعا محركات الهاي كومبريشن قليلة واللي ما موجودة بهاي السيارات، فيعني هاي النقطة السلبية تقريبا مو يمك. اما بالنسبة للايجابيات انه هو يبرد المحرك. نشوف هاي المحركات اللي ما بيها سائل تبريد تستخدم الوقود للتبريد، بحيث تمشي على AFR 1:1، يعني كمية الوقود كلش هواي بهذا المحرك. لهذا السبب جاي نشوفها على طول الدوسة تسوي باك فاير على مود تبرد المحرك. ترى AFR سيارات الشارع 14.7:1، هاي 1:1، يعني متخيل الفرق ايش قد؟ وحتى اكو سيارات رياضية مخلينها تسوي باك فاير من ترتفع حرارتها بالحلبات او بالقيادة العنيفة على مود شوية تبرد.